السلام عليكم بنات، جيتكم بوصفة جديدة مرقة فاصوليا. هاي طريقتي أنا الخاصة بي. شلونكم أخباركم؟ هاي هسه دا أوريكم الفاصوليا. سلقتها على صفحة، سلقت اللحم على صفحة، حضرت المواد مالتي. هاي البهارات والثوم بصل. هسه جينا للقدر، دا أضيف هسه الزيت وبعدين البصل أذبله. شخباركم عيني؟ حطوا لايك واشتراك. هسه دا أذبل البصل ترحم الوالدي. شلونكم يابا؟ وصل لي هنا يسمى على محمد وآل بيت محمد. هسه راح أجي أضيف الفلفل. هاي مجفف. الفلفل يسوي طعم كلش طيب بالمرقة الفاصوليا أو البامية، كلش طيب يصير. تعملوا هاي الطريقة. هسه جيت لقيته ذبلان. أنا هذا كله بالمواسم أطبخها، بالمناسبات الحسينية، بالأعراس. اعتمدوا هاي الطريقة سهلة وبسيطة وراح تحبوها. هسه ضفت الثوم. دا قلبنا. راح أضيف هسه معجون 3 خواشي حسب يعني الأنفار اللي بالبيت. هاي عندنا هسه راح أضيف المعجون، بس أطلع المواد الحافظة من عنده. 3 خواشي مو هواي، ومكافى هاي الزود عندنا. يلا دا قلبنا مرة ومرتين. دا أضيف اللحم هسه المسلوق عليه. هسه راح بس أطلع الريحة مالت المعجون. هسه يلا أضيف اللحم. أعتذر أنا على الانقطاع، شوي صارت ظروف عندي والله بصحتي مو تمام. هسه راح أقلبنا. أقلب بيه يوصل لي هنا يسمى على محمد وآل محمد. وهاي الطبخة سهلة وبسيطة، وكلكم تعرفون الطبخ، بس كل بيت إله نكهة خاصة. هسه ضفت الفاصوليا وشفتها ميها قليل. هسه راح أضيف بعد مي اللحم لأن أريدها تدرخ. العفو، أريدها تطحن وترجع يعني. هسه راح أضيف مي اللحم قليل مو هواي. هاي الطبخة اعتمدوها، سهلة وبسيطة. وهسه ضفت بهالوقت البهارات: بابريكا مدخنة، فلفل أسود، كركم، وبهارات المرقة. عشان جيت ورا 10 دقايق لقيتها تخبل ولاجعة، بس أريدها بعد تضخم، ما أريدها هيك. إحنا ما نحب إلا شي ضخيم يعني. هاي شلون هسه طريقة. هسه راح أجي للتمان. بدي أقلب التمان. يوم سويته كبس شوي صحته مو تمام، ما سويته بزل. هاي بأكمل التمان. اجوا أهل بيتي دا أصب لهم هسه الغدا. ترحموا الوالدي، خلوا لايك واشتراك تعليق حلو. ادعولي إن شاء الله بالشفاء. والوصل لي هنا يسمى على محمد وآل بيت محمد. دا أصب المرقة هسه. بعد شلون الريحة طعم وسهلة. واعتمدوا هاي الطريقة كلش طيبة. هاي ثواب الوالدي. يلا هسه
جوا هالبيت ودا أصب لهم. يلا عيني بعد شلون الطبخ، بعد شلون باع المرقة. يلا عيني مع السلامة.